تخيل كده يا صديقي، واحد كان رايح الهند لقي نفسه في مكان تاني خالص. كريستوفر كولومبوس كان بحار إيطالي شاطر جدا، وكان عنده فكرة محدش ساعتها كان مصدقها. قال لو احنا مشينا ناحية الغرب هنلاقي طريق جديد للهند. الفكرة كانت مجنونة، لكن كل العلماء تقريبا كانوا فاكرين إن العالم أصغر بكتير من الحقيقة. لو مشينا غرب هتغرق قبل ما توصل لأي حاجة. لكن كريستوفر كولومبوس ما استسلمش، لف على ملوك أوروبا ومنهم البرتغال وبريطانيا وكل الدول تقريبا، ورفضوا. لكن محدش كان مقتنع غير ملكة أسبانيا اللي كان اسمها إيزابيلا، اللي قالت له جرب ولو طلع صح هتبقى هدية لأسبانيا كلها. وفي سنة 1492 كريستوفر كولومبوس خرج بثلاث سفن ودخل المحيط الأطلسي. أسابيع طويلة من الخوف والعواصف والبحارة اللي بدأوا يزهقوا ويشكوا إنهم ضاعوا، لحد ما في ليلة من الليالي واحد من البحارة صرخ قال أرض أرض. كريستوفر كولومبوس افتكر إنها الهند، لكن الحقيقة دي كانت أول خطوة أوروبية على جزر أمريكا. مكان جديد، عالم جديد، شعب جديد. كان فاكر ساعتها إن هو كده وصل للهند. لكن بعدها ظهر واحد اسمه أميليجو، يا رب أكون قلت اسمه صح. راجل ذكي وشاطر في دراسة الخرائط والبحارة. سافر هو كمان للمكان اللي وصل كريستوفر كولومبوس، لكن لما راح هناك قال إن دي مش الهند، دي قارة جديدة كامل، مش الهند أصلا. كده رسميا كان كريستوفر كولومبوس ما وصلش الهند، لا بل فتح باب لقارة ما كانش العالم القديم يعرف عنها أي حاجة.